في القانون ده حاول تذاكر من غير مقاطعة، يعني أي حاجة بتشتتك وأنت بتذاكر أو بتقاطعك وأنت بتذاكر حاول تبعدها عنك، زي التليفون أما يجيلك رسالة على التليفون ولا حاجة، أو الأصوات اللي بتبقى في البيت أو الأصوات اللي بتبقى حواليك. حاول تبعد الحاجات اللي بتشتتك وأنت بتذاكر عشان تركيزك يفضل عالي زي ما هو في الحاجة اللي أنت بتذاكرها، عشان لو في حاجة شتتت تركيزك عشان تسترجع التركيز اللي أنت موجود فيه أقل حاجة بتاخدها ربع ساعة. فانت حاول تبعد عن الحاجات اللي بتشتت تركيزك، انك تذاكر في بيئة تكون كويسة وصالحة للمذاكرة عشان ما تشتتش في الحاجة اللي انت بتذاكرها. وعلشان تركز في الحاجة اللي انت بتذاكرها، انت دلوقتي معلوماتك اللي تبقى يعني الحاجات اللي انت تبقى بتذاكرها المعلومات فيها تبقى زيادة عن الطريقة الاولى اللي هو انت تبقى بتتشتت وانت بتذاكر. فاما تركز في الحاجة اللي انت بتذاكرها المعلومات هتبقى في دماغك اكتر، واي حاجة بتشتتك لازم تبعدها عنك. التركيز بيقل مع الوقت، بمعنى ان مفيش حد عمره ما هيركز اكتر من خمس ساعات على الحاجة اللي هو بيعملها، لان مع الوقت ان التركيز معاك بيقل. يعني من بعد نص ساعة في الحاجة اللي انت بتعملها التركيز بتاعك بيفضل ينزل لغاية ما يوصل لحالة انعدام في التركيز. بعد الوقت ده انت مستحيل تعرف تركز او تفهم الحاجة اللي انت بتذاكرها. يعني الوقت الافضل من بعد انحدار التركيز هو من بعد نص ساعة. من بعد النص ساعة لغاية 45 دقيقة انت كده خلاص بتبدأ بقى المرحلة تنهدر معاك في التركيز نهائيا. حاول بعد ما الوقت معاك في المادة اللي انت بتذاكرها او الشيء اللي انت بتعمله اما يعدي 45 دقيقة حاول تاخد بريك 5 دقايق او 10 دقايق على الاقل، عشان انت دلوقتي في حالة التركيز معاك هيقل. يعني لو زودت عن الوقت ده انت كده اكنك بتنفخ في جربة مخرومة، انت كده الموضوع هيبقى معاك قليل خالص، انت هتفضل تذاكر على الفاضي. فانت لازم تركز، يعني تيجي تاخد بريك بعد ال 45 دقيقة عشان ترجع تعمل ريفريش العقل من تاني. في الخمس دقايق بريك دول حاول تشرب ميه او تتحرك وبعد كده ارجع تاني ذاكر. الخمس دقايق دول هيعملوا لعقلك ريفريش ان يرجع تاني يذاكر من تاني، كأنك بتذاكر من اول ما، يعني تركيزك هيعلى تاني، اكنك بتبدأ تذاكر من الاول تاني خالص.